شاء الله تبارك الرحمن. وفري ودبري. انا امبارح كنت عامله مكرونه ولحمه، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كنت عامله مكرونه كتير، عامله يعني كيلو اتاكل منه، بس كان في حله اكبر من كده. بعد ما بيستهدى خالص بروح جايبه حله صغيره كده شويه عن اللي كنت طابخه فيها، ورحت حاطه فيها. يستهدى خالص من السخونيه بحطه في التلاجة كأن الاكل لسه معمول كده. تمام تمام. هنا اللحمه بالهنا والشفا اتاكلت، عشان طلعتها من الشوربه وحمرتها واتاكلت جنب المكرونه، وكان ليمون مخلل وكده. تمام تمام. عندي الشوربه بقى باقيه ارميها؟ لا. الصبح كده وانا بروق وسط الترويق رحت جايبه حبه مكرونه لسان العصفور، ورحت عاملاهم بيها. بس انا مش هحطها جنب المكرونه الوقت، لان مكرونه جنب شرب لسان العصفور مش هتليق. لو طبيخ ورز وكده بحط بعمل لسان العصفور واحطه جنبيها. المهم استفاد بالشوربه، اعمل بقى خليكي نصحى بقى كده. عملتها وركناها بقى بالليل كده. قلت نعيشنا ان شاء الله كده بالليل. اروح بقى عامله مسخناها وتحطيها بقى كده يا سلام في مج او في طبق، وتروحي حاطه عليها عصره ليمون جنب. لو انت هتعملي عشا خفيف لطيف، وممكن ما تعمليش عشا خفيف لطيف جنبيها، اعملي هي بس كده فقط لا غير. الدنيا حر، الناس بتتغدى بتشرب حاجه ساقعه، بتشرب عصير، بتاكل حاجه حلوه، بتبقى شبعانه في الحر. الجعان بقى كده مج كده بلسان العصفور يبقى تحفه. فانا بقى بقيت خليت نفسي نصحى كده ورحت عاملاها، ومش هحطها جنب الغدا. والغدا المكرونه كده بس. والصراحه راحه. ده انا المفروض كنت سميتها قناه التوفير. ما علينا، مش مشكله. المهم هاخد كده عندي الليمون اللي انا مخليلاه طبعا في البيت، هحطه جنبيها واغرفها واحط ليمون وكده يبقى تمام. والشوربه اللي هي بتاعت لسان العصفور مش هتليق جنب المكرونه، وجنب مكرونه جنب مكرونه هتمشي ازاي؟ يعني مش هتنفع. المهم لو طبيخ كنت حطيتها معاها للامانه، يعني مع الرز بتبقى حلوه برضو، والطبيخ بتبقى حلوه ولايقه عليها. انما احنا برضو لازم الاكل بتاعنا يبقى لايق على بعضيه. المهم بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. واللي يطبخ يوم يطبخ الطبخ على يومين، بدل ما نقف كل شويه على البوتاجاز. والفيديو النهارده مفيد كده، واتفرجي عليه لاخره، وفي حاجات هتفيدك. الا وهي بقى لو عايزه بقى تحافظي على بشرتك في الحر ده وفي الصيف وفي الشمس دي والشمس ده الجامده، الشمس الجامده دي والحر الجامد جدا ده، ربنا يجيرنا من عذاب النار يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هتبصي بقى هتلاقي، هتسمعي الفيديو هتلاقي فيه حاجات مفيده هتفيدك بقى في الحر ده، تفيد بشرتك، تحافظي على بشرتك في الحر ده. بس شوفي الفيديو للاخر، في كلمتين مفيدين كده انا بعملهم في الحر. تمام تمام. هنا هيتحط جنبها، هنقول تاني هيتحط جنبها حبه ليمون مخلل وتتاكل. والشوربه بقى زي ما قلت كده في وسط وانا بشتغل كده في المطبخ، وجبت حبه لسان العصفور وفي الطاسه كده حمرتهم بحته زبده صغيرين كده، حته صغيره عشان هي ما تبقاش دسمه طبعا. وتحمريها بتدي لها لون اغمق شويه كده، علشان هي بتفتح في الشوربه. وسويتها ورحت ركناها على جنب. بالليل ان شاء الله زي ما قلت كده ان كان في عمر بروح بقى مسخناها وحطاها. مش هحطها الوقت طبعا، مع ليمونه بقى كده. اللي عايز ياكل بالليمون بيبقى طعمها حلو. انا طبعا نباتيه ما باكلش الحاجات دي، ما اعرفش طعمها، بس اللي بياكلوها بيقولوا طعمها حلو. تمام تمام. وبألف هنا وشفا يا رب للي هياكل. وعودي نفسك بقى اقول لك كلمتين كده. احنا كده بسخن الاكل، اغطي عليه عشان يسخن. انا بسخن الاكل وبقول بقى هنقول كلمتين نفضفض مع بعض كده. عودي نفسك ما تتدخليش في شؤون حد، عشان ما حدش يتدخل في شؤونك. تمام تمام. والله العظيم اعملي زي كده. عودي نفسك ما تتدخليش في شؤون حد. هتتدخلي في شؤون حد هتساليه انت انت مش عارفه انت بتاكل انت بتشرب انت جبت يبقى انت كده بتعودي اللي قدامك يسالك الاسئله دي. تمام تمام. وبألف انا وشفا يا رب اللي هياكل. والفيديو مفيد النهارده وجميل وخفيف وظريف وكل حاجه فيه. وبألف هنا وشفا، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
والله سيبك من اي حاجة في الدنيا دي، الراحة النفسية اللي على حق. وعندي معلومة بسيطة بس مفيدة. سبب لمعان الارض عندي يا جماعة ان انا بعمل ايه؟ بعد ما بمسح خالص وبخلص المسيح، بجيب عندي ايه جلابية قديمة بالبلدي كده، وبروح ماشية بيها على الارض كده ايه، كلها كلها بمسح بالشرشوبة عادي اللي بنمسح بيها. وبعد كده بروح جايبة بقى حاجة ناشفة امشي بيها على الارض كلها، المعها بقى عشان تبقى لمعانها جميل كده ونضيف. والله دي الراحة النفسية اللي على حق. ان شاء الله تبارك الرحمن. الفيديو النهارده جميل وخفيف ولطيف، بسم الله ما شاء الله، جميل كله نظافة كده ونشاط وحيوية. كل يوم بننضف عادي والله، بس النهارده ايه هصور لكم بعض لقطات كده، روتين تشجيعي وتحفيزي. هنا ايه المكان اللي تخلصيه على طول، اقفلي شباك وكده وقفليه وافردي ستارته ورشه معطر جو. الحاجه اللي هقول لك عليها بقى معلومه ما تعرفوهاش، ان واحنا كده مفتحين علينا كده طول النهار في الصهد ده، الصهد ده بيخش علينا البيت كأنك خارجه في الشارع بالظبط، بيأثر على البشره يا جماعه. ده اللي ما تعرفوش انا قلت لك عليه. تبارك الرحمن. غسلت المواعين، اللهم بارك، ربنا يدينا الصحة جميعا ونعمل يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. كده خلاص انا ايه ولعت على الغسيل، حطيت الغسيل. اول حاجة ببدأ بيها زي ما قلت لكم، هنا غسلت المواعين اهي، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، واتجففت من المية خالص كمان. كل حاجة بقى ايه هتترصص في مكانها في دولاب المطبخ. يبقى احنا كده ايه، خلصنا من المواعين، ونشوف هنكمل يومنا على خير بإذنك يا رب، ونعمل ايه تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. روتين تشجيعي كده وتحفيزي، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هنحط ايه غسيل، ألا وهو بقى ايه، لمين بقى ايه، الملايات، حاجات ايه دي. بصوا يا جماعة، في ناس بيقولوا ايه الغسيل ساعات بيلاقوه باهت على بعضيه. طب ما هو شيء طبيعي ان هو يبقى باهت على بعضيه. هقول لك ليه. بتحطي غوامق مع فواتح مع مش عارفه ايه، فده شيء طبيعي هيخلي عندك الغسيل يبهت على بعضيه. الغسيل ده لازم بيتحط بنظام يا جماعه. انا بقول الكلام ده مش بقوله ايه لاي حد، انا بقوله للمبتدئين، مش بقوله لايه للي زينا اللي هي ايديها على طول في شغل البيت وعارفه النظام ايه. في بقى ايه المبتدئين دول، هما ايه بيخلوا حاجتهم تبهت على بعضيها. ما هو ما ينفعش احط ابيض مع غامق مع ده مع ده، وما ينفعش كمان ان انا اقعد احط في الغساله زياده عن طاقتها. بحط في الغساله على قد ما تاخد معايا، يعني لازم اديلها مساحه كده حوالي ايه على الاقل، يعني ايديا تبقى ايه، بارتياحيه وهي محطوطه كده جواها. تمام تمام. مش شرط كله يعني ايه نحط مع بعضيه، بس بنحط بقى ايه الفواتح مع بعض كده. كل الشغل ده فواتح اللي انا حطاهم لايات والكلام من ده، دي فواتح. عندك بقى مثلا ايه، الغوامق دي ما بتتحطش مع الفواتح، ما شيء طبيعي انها تبهت معاكي. وفي حاجات بتبهت كتير في اللبس يا جماعه. تمام تمام. هنا ايه، انا حطيت على قد الغساله ما شالت اهي. نسمي بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نشغل بقى كده. هنا ايه، انا هخلي ده بقى ايه على 2.5 ساعة، لان ده هنا انا عندي ايه دي ملايات وحاجات كده، فانا ايه عايزاها ايه تاخد البرنامج كله من اوله يا جماعه. في حاجات بخليها 1.5 ساعة، في حاجات بخليها على اقل من 1.5 ساعة. تمام تمام. ودي ايه اول روتين في اليوم بتاعي. اول روتين ليه في اليوم كده، انا لما بحط الغسيل الاول بشتغل بقى ايه، بشوف لو ورايا اكل هروح اولع عليه. عندي اكل بايت بهوى نعمه كده يبقى الحمد لله مش شايله هم اكل. امسك بقى ايه حاجات انضفها في البيت، انضف امسح اروق، عشان ايه تبقى ماشيه بنظام، وتخلصي ايه حاجتك بدري بدري عشان تلحقي ايه تريحي ايه شويه ايه بدري بدري كده. منزل عليها بس الغطا كده عشان عندي بندق والقط بتاعي ده بيشعلق على المفاتيح.
تمام. وده اول روتين في اليوم. يعني ايه، خليك منظمه كده عشان يومك ايه يبقى منظم. ودي ايه بقى ايه، يعني هنكمل بقى يومنا كده على خير، نشوف هنعمل ايه تاني. اللي وراه مواعين، اللي وراه طبيخ، اللي وراه ترويق، بس اهم حاجه حط الغسيل الاول على ما تخلصي شغلك. هتلاقي الغساله طبعا ايه خلصت. تمام. وتاخدي بقى تمسحي حبالك كده الاول. انا بمسح الحبال الاول يا جماعه. الحبال بيبقى عليها عفره، بيجي عليها اي حاجه بتقف عليها دبان، حاجات من دي، عشان ايه تبقى الغسيل لما تيجي تشيليه من على الحبال يبقى نضيف.